السلام عليكم. موضوعنا اليوم عن أسعد اللحظات التي ينتظرها المربي. كم مرة تلد الماعز في السنة، وما هي الطريقة المناسبة للاهتمام بالماعز أثناء فترة الحمل؟ إن مرحلة ولادة الماعز هي المرحلة التي ينتظرها مربي الماعز بفارغ الصبر، حيث إن هذه اللحظة هي التي يبدأ فيها المربي بالشعور بالأمل والرضا عن أدائه في العمل طوال الفترات السابقة. يمكن للكثير من أنواع الماعز أن تلد مرتين في السنة، حيث أن الماعز تستطيع أن تتزاوج بعد الولادة بشهر واحد أو شهرين فقط، إلا أنه في حالة الماعز الحلوب يفضل الاقتصار على ولادة واحدة في السنة حتى يتم الاستفادة من مرحلتنا لحلب لأطول فترة ممكنة. والماعز بشكل عام متعددة الشبق، أي أن قدرتها على وضع التوائم عالية للغاية، حيث أنها تضع من 2 إلى 3، وهناك حالات نادرة تستطيع أن تضع من 4 إلى 5 توائم في الولادة الواحدة. وفي مرحلة الولادة تظهر على الماعز بعض الأعراض، حيث أنه يلاحظ عليها اتساع شديد في الفتحة التناسلية، فضلا عن ملاحظة قلة الحركة لديها واقتصارها على الجلوس والوقوف في مكان واحد مع الدوران حول نفسها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى نزول الإفرازات المهبلية لأولي التي تعتبر أبرز علامات الولادة. أسباب تعسر الولادة والمخاض. عند حدوث عسر الولادة، سواء في فترة المخاض أو في مرحلة الولادة، يمكن أن تكون الأسباب من عدة احتمالات. عدم اتساع عنق الرحم بالشكل الطبيعي، كبر حجم الجنين، كبر حجم رأس الجنين. قد يؤدي الحمل في التوائم إلى فترة مخاض أطول وأكثر صعوبة. الإجهاد أو الخوف في مرحلة المخاض. يمكن أن يتسبب تسمم الدم الذي يحدث في الأيام الأخيرة من الحمل إلى تعسر الولادة والوفاة إذا لم تتم معالجته بسرعة. نقص كالسيوم الدم، التهاب الضروع واحتقانها، هبوط الرحم. متى يجب التدخل عند الولادة المتعسرة؟ قد يتساءل مربي الماعز الجديد عن الوقت المناسب للتدخل ومساعدة الماعز في الولادة. كما يمكن لبعض مربي الماعز الأكثر الخبرة أن يفاجئوا عندما تواجه الماعز صعوبة في الإنجاب. وفيما يلي بعض الملاحظات الأكثر شيوعاً التي تدل على الولادة المتعسرة وتحتم التدخل: إجهاد الماعز أثناء الولادة ومحاولة الدفع لأكثر من 30 دقيقة دون أي تقدم. ظهور كيس الجنين ولكن دون إحراز أي تقدم في الولادة. الضيق والتعب والنزيف لأن الإفرازات الدموية ليست طبيعية. عندما لا تخرج المشيمة في غضون 12 ساعة بعد ولادة آخر مولود. عند وضع اليدين في قناة الولادة، يجب تحديد أجزاء الجنين ووضعيته ومدى بعده عن قناة الولادة. الوضع الطبيعي للجنين هو أن تكون الأنف في وضع هبوطي، والقدمان الأماميتان موضوعتان على جانبي الرأس. أما أي أوضاع أخرى للجنين قد تؤدي إلى المخاض الطويل والولادة المتعسرة، وأحيانا وفاة الماعز إذا لم تحصل على المساعدة. لذلك إذا كان بالإمكان تغيير وضعية الطفل، فيجب الضغط بشكل لطيف للمساعدة في جذبه أثناء الانقباضات حتى تتم الولادة بنجاح. كما يجب تحديد ما إذا كان الجنين لا يزال على قيد الحياة من خلال الضغط بين أصابع القدم أو وضع الإصبع في فم الجنين. فإذا كان على قيد الحياة، سوف يتفاعل مع هذه الحركات. وفي النهاية وعند إتمام الولادة، وكإجراء وقائي، يمكن إعطاء الماعز بعض المضادات الحيوية لتجنب أي مضاعفات خطرة.
اللهم بارك لنا ولكم وارزق الجميع من واسع فضله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.